السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 قد كده اهو. لقيلكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول ونسمي الله. طبعا شفتوا القمر والجمال اللي قدامكم ده؟ خطير 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 يا بنات. ده بقى اسمه ايه؟ السمك الفيليه. احنا جبنا بقى ايه؟ السمك الفيليه وقلنا هنجربه معاكم وهنشوفه بقى مع بعض بيتعمل ازاي واحنا هنقطعه ازاي. انا هقطعه وهغسله غسيل كويس، انا بحبه يعني السمك كده. في ناس بقى بتقطعه رقيق، في ناس بتقطعه زي مكعبات، بتقطعه زي ما بتقطعه. فانا بحب السمك ده في السمك الفيليه. طبعا هنا بقى ايه؟ غسلته غسيل كويس وقمت بقى ايه بوريهولكم اهوت. هنعمل ايه بقى فيه يا بنات؟ هنتبله تتبيله كويسه كده. هنعمله ايه؟ هنجيب له توم. تمام. توم. وانا هرسه في التوم قرن فلفل حامي كده جميل سبايسي. وكمان هنحط بقى البهارات بتاعتنا، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البابريكا طبعا. وكمان ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكركم علشان يديكوا اللون الجميل الذهبي اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو يا بنات. وربع فنجان ربع فنجان عصير ليمون. ربع فنجان عصير ليمون. وكمان يا بنات 3 معالق من الخل. وتحطي الفيليه بتاعك كله وتقلبي كويس كده وتحطي في التلاجة لمدة ساعتين. ما تنسنيش بقى يا حبيبتي انت وهي، لو اول مره تشوفيني بالاشتراك والشير عشان يوصلك مني كل ما هو جديد. تمام يا قلبي. و متنسوش بقى اللايكات لايكات 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 كتير كده. انا عايزه افرح باللايكات. وكل اللي يكتب كومنت قبل ما يكتب الكومنت يا بنات اه اضغطوا على اللايك قبل الكومنت عشان ما تنسوش. والله العظيم انا لما بدخل لاي حد اول حاجه بعملها اللايك، وبعدين بقوم داخله اكتب الكومنت. اول حاجه بعملها اللايك قبل الاشتراك وقبل الكومنت اللايك. يعني ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب ويكبرنا كده مع بعض و... وتبقى قنواتنا دي كلها من المليونية، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص انا كده قلبت البهارات كلها مع بعض. وهبدأ بقى احط الملح. خلاص حطيت الكركم، فلفل اسود، بابريكا، كمون، كزبره ناشفه. اللهم صل وبارك على الحبيب. انا قلت كركم علشان خاطر اللون الجميل اللي احنا اللون الجميل اللي احنا شفناه في اول الفيديو. تمام يا بنات. هنا بقى نسيت الخل فحطيت 3 معالق اهوت، وهقلب برده كويس واقوم خلاص احطهم في التلاجة بقى يتبلوا براحتهم. وهعمل الرز. طبعا رز صيادية. طبعا الاسماك دي بتبقى عايزه رز صياديه. وهعمل السلطه. انا مش هطول عليكم الفيديو، انا بعمل قدامكم الفيليه بس. مش يعني ايه، مش هوريكم حاجه تانية غير ايه الفيليه بس علشان انا اول مره اعمله معاكم. فقولوا لي ايه رايكم بقى في الكومنتات، عجبكم ولا ما عجبكوش؟ طعمه كان رهيب يا بنات والله. وبسم الله ما شاء الله يعني تحفه تحفه، وريحته جميله جدا 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 مغرقه البيت كله. هنا بقى معايا الدقيق. هنبهر الدقيق بقى بملح، بس حبه ملح صغيرين كده صغيرين علشان خاطر التتبيله اللي احنا حطيناها. فلفل اسود وملح وكزبره اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، كمون. تمام يا بنات. ونبهر وبابريكا ونقلب ايه كويس الدقيق بتاعنا. وبعدين بقى احنا عندنا الزيت على النار، نسيبه يسخن جدا 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 علشان الفيليه بتاعنا يبقى مقرمش وجميل كده. حط بقى ايه اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شوفوا الشكل ده. انا خلاص لمده ساعتين خلاص شلته من التلاجة. وهبدأ بقى احط في الدقيق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وانزل في الزيت. تمام. تمام. اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات.
وكان مقرمش جدا 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 وجميل، وريحته تحفة تحفة، وريحته تحفة وطعمه جميل. مش قادرة اوصف لكم بقى على جماله وحلاوته. جربوا الوصفة دي وهتدعوا لي وقولوا في الكومنتات ايه رأيكم، عجبتكم او ما عجبتكوش. هو ده الشكل النهائي بتاعي. طلعت بقى الاول اول يعني حاجة انا حطيتها طلعتها اهيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شفتوا مستوي ازاي من جوه وتحفة تحفة تحفة تحفة. وده يا بنات الشكل النهائي، وما تنسونيش باللايك فضلا وليس امرا. وكده مع الف سلامة حبايبي، باي باي. اكون بفيدكم بقدم لكم حاجة بتستفادوا منها ويكون شرحي يعني مفهوم. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويا رب يوفقنا جميعا. مع الف سلامة، باي باي.